انا هقول حاجه وهقولها كده وانا بغمز، لانه هيفهمها الناس اللي جوه المساحه دي بالظبط. بلاش اعجاب بمشاهير لدرجه خطر. يعني بلاش يبقى اعجابك بحد مشهور يوصل ان احنا نتواصل ونتكلم وناخد وندي والاحلام والتطلعات تعلى كتير. الواحد بصراحه قابل ناس كتير غرقانه في التراك ده، وان في ناس كمان بتعيش قصه كامله جزء منها كبير في خيالها وجزء منها كبير بصراحه المشكله والسبب فيه بتكون المشهور ذات نفسه، ان هو حسسها بتميز ما، حسسها انها مختلفه، قال لها دايما ان وجهات نظرها في اعماله وفي شغله حاجه خطيره وانه بيستنى يسمع وجهه النظر دي. النتيجه بتكون ايه بقى؟ بتكون قصه مؤلمه جدا جدا جدا، والتعافي منها صعب بدرجه كبيره. ليه بقى؟ لانه الناس العاديه اللي بنعرفها في حياتنا، الناس العاديه خالص، يعني لما بنسيبهم عندنا اختيارات، بنعمل بلوك، بنبعد عن الاماكن اللي هم فيها، ما بنتكلمش عنهم كتير، بنبعد عن الدوائر اللي هم ليهم علاقه بيها. لكن الحد المشهور هتقدر ازاي تمحيه من حياتك؟ ده بيطاردك في كل مكان، بتشوف له اعمال بقى، فيديوهات، اغاني، ايا كان. فبالتالي التعب مش بيكون مضاعف، التعب تقريبا بيكون الى ما لا نهايه. فبصراحه يعني انا عايزه اقول من قلبي بلاش الدخول في علاقات مع ناس مشهوره على امل ان احنا هنكون الحد الملهم في حياه المشهور ده، لانه في اغلب القصص، حتى لو في قصص يعني المعجبه ارتبطت بالمشهور وباءت بنجاح، ولكن في اغلب القصص النتيجه بتكون وجع قلب، وجع قلب مدته طويله جدا جدا جدا. لان زي ما بقول الانسان العادي نقدر نمحيه من حياتنا بشويه مجهود كده، لكن الحد المشهور هتموته بالحياه ازاي وهو موجود حواليك في كل حته؟ لكن الخلاصه كده ان الواحد قبل اي شيء لازم ياخد باله من قلبه ومن اعصابه ومن نفسيته، اللي حرفيا كل يوم الحياه دي بتاكد ان احنا ما حيلتناش غيرهم. اتمنى الكلام ده دلوقتي يكون جه كده نور لحد لمبه، او يعني واحده تكون عارفه قصه ما حاصله عند صاحبتها فتبعت لها الفيديو، لو تقدر تعمل لها منشن يبقى خير وبركه، واللي عنده راي عايز يقوله بهذا الصدد يقدر يكتبه في الكومنتات.